ونبدأ السنة بنفي كاليجولا الأخت جربينا اللي هي هتبقى أم نيرون في المستقبل، ونفي جوليا لافيلا وخد حاجتهم كلها وقع في شؤون في مزاد علني عشان التموين الحرب. وأكبر أخت وهي رايحة المنفى إنها تمسك كيسة فيها التراب بتاع عشيقها لابيدوس عشان محدش يفكر يعرضه تاني. وبتحصل مواجهة ما بين فيلون السكندري وكاليجولا بسبب إن فيلون رايح يدافع عن اليهود بتوع الإسكندرية. كاليجولا كان مشغول وقتها بالعمال البنا والمهندسين، وكان هما في الاجتماع بيعطوهم بأسئلة غريبة زي ما بتاكلوش لحم خنزير ليه يا جماعة، فبيجاوبوه فبيقعد يضحك عليهم. وفي نهاية الاجتماع كان حاسس بإهانة إن اليهود مش معترفين بيه كإله، وبيصدر أمر لليترونوس والي سوريا إن هو يبني تمثال في القدس لكاليجولا. وفضل مأخر الموضوع عشان خايف من اليهود. وبيحصل فعلا مظاهرات من آلاف الفلسطينيين في طبريا بيقولوا إن هم يفضلوا الموت على إنهم يشوفوا تمثال في القدس لكاليجولا. وفي نفس الوقت كان بيعمل حملة تطهير للجيش وإعدام القادة القدام وتعيين شباب جداد ولائهم كامل ليه. وبسبب دوت الدفاعات الرومانية في جرمانيا بقت أحسن بكتير ومنع كل اللي كان بيحصل بقى من جرمانيا الحلقات اللي فاتت. وده مهد الطريق لكلاوديوس بعدين إن هو يحتل بريطانيا. وبس، مفيش ترشيح النهاردة، مفيش حاجة في دماغي، وسلام.